صراحة أنا بكون واضح، أنا ما قاعد أدس. يعني هو بيتكلم بيسكت، لما ترد له يقعد يقاطع. يعني انتصار للذات. الناس دي همجيين، الناس دي طير أغبياء، لا لغة بتاع حوار ولا ثقافة ولا رياضة ولا فن. ناس همساي، ناس طير بمعنى الكلمة. والله أغبى مما الناوي وجبرين ده أنا ما لقيته. الزول لو ما بيجي بليد، ما الناوي وجبرين ذاته ما بيقبلوا. لازم تكون بليد غبي، دي قاعده ثابته. يعني لغه حوار دي ما بعرفها. انتصار للذات انينا والله بشيرنا الدلج وشوف ما عارف، انينا دخلنا الدلج حررنا الدلج. درا حررت منو يا حمار انت؟ الدلج اصلا فيها جيش، الدلج اصلا ما فيها دعم سريع ولا فيها حركه شعبيه. مع العلم الحبه دي من بدت الدعم السريع ما اشتبك ولا مره في مناطق جبال النوبه الا مره واحده فقط. وكانت دي الشباب خالفوا تعليمات ناس برشم وشيريا، كان دخلوا الدلج دي دخلها جوا عديل، والدعم السريع رفض المساله دي تماما. والله طلقه في جبال النوبه ما فكوها لاسباب كثيره جدا. لاسباب كثيره جدا انت قبل تحدثت عنها عشان ما يشرزموا المجتمع. اتحدى اي زول يجي ثاني يقول لي غير كلامي ده. تحدي عديل. فقط الحرب ده كان في غرب كردفان، شمال كردفان مناطق من سوريا حمر بجاي، لكن جنوب كردفان رفض يمشي نهائي نهائي ولا طلقه من بدايه الحرب. الدرج على محاصره، حتى الان محاصره. ما تسمع الكلام ده بتاع والله ونحن فكينا حصار. فكينا حصار بوين؟ البلد دي بلدنا ادم، نحن بنعرفه كويس. المورال ما جاي من شاد، ما زول مرتزق هذا بيعرفه وين. انا ما اعرف انت عندك خلفيه عن الدلن يا ادم؟ مثلا الدلن ماشي الابيض وماشي خرطوم، تعرف الشارع وين؟ والله انا مريت بالشارع، لكن المنطقه دي ما عشت فيها عشان نعرف لانه مرور طيب بتاع الشارع ده ما بيكفي لوحده. فك الحصار الحقيقي انت طالع من الابيض، تجيب الحمادي كازقيل الدبيبات الدلن. الطريقه فوق منه، المدن دي فيها منه، ما فيها دعم سريع. نعم. طيب فك الحصار كيف؟ فك الحصار تعال بعرباتك القتاليه، خليك من العربات السفريه، تعال بعرباتك القتاليه. ده الزلط الرئيسي، ده شارع الرئيسي، تعال به. ما بتقدر لانه في دعم سريع هناك. ما لم تهزم الدعم السريع هناك ما فكيت الحصار. بعد ذاك العربات المدنيه، عرباتك القتاليه كلها بتجي من هناك الابيض للخرطوم، للخرطوم. من الابيض تطلع مرابه الرهد وماشي. ده فك الحصار الحقيقي. وبجاي تزيح الدعم السريع والحركه الشعبيه من التقاطع، تقاطع الماشي كادوغلي، وتزيحهم بجاي من حله برنو. حله برنو دي هي ما في شارع الرئيسي، لكن لو خليتهم بيشكلوا لك كمائن هناك. دي بلدنا بنعرفها يا اخي. حصار شنو يا كدارك؟ الناس جو بطريق ترابي تحت. جو من وين؟ من ابجبيها. من ابجبيها دي عشان تجي الدلج والله بيكو رزلك دي لازم تمشي 4-5 يوم، والله تحدي. في الصيف لازم تمشي 4-5 يوم عشان تصل الدلج. طريق ترابي تحي ساي. في قوات هنا كانت موجوده شويه من الدعم السريع من الحركه الشعبيه اشتبكوا معاي، نعم حقيقه، والقوات حاجه قليله وانسحبت. وده امر طبيعي جدا، تنسحب تنهزم امر طبيعي جدا. لكن انت ما فكيت حصار. اكن فكيت حصار هسه خلي قواتك دي ترجع ثاني تمشي. تحدي عديل بديكم يومين ولا 3 يوم الحركوا عديل من الدلندي، لا يكون في دعم سريع ولا حركه شعبيه في شارعكم الجوتي بيدا، وطلعوا لي بعد 3 يوم فيديو من بجيبيها. والله التحدي عديل، اقسم بالله انا ابقى ضد الدعم السريع. تحدي عديل عشان اوريكم بلدنا نحن عارفينها وعارفين الشوارع. يا اخي احنا اشتغلنا، انا شخصيا اشتغلت باخذ بموتر للجبال النوبه دي لما كان الجيش ده مانع الحاجات من الجبال هاي. الاعلام الكثير في المنطقه ده، اصلا المنطقه ده اذا في ايدهم احنا والله المنطقه دي حررناها وسقطناها وكروراك وبكي. ما انا داير اوريك الهدف شنو هذا، داير اوريك الهدف شنو. لا حول ولا حاجه اسمها انتصار زائف. ادم خلال 35 يوم الدعم السريع ده طقطق لك المرتزقه ديل وسيدهم في الفاشر، طقطقهم في بارة، طقطقهم في فرقه 22 باب نوسه، طردهم من دي بقول لها شنو من هجليج، وكسحهم في برنو، وكسحهم في التقاطع. دي انتصارات حقيقيه. الدعم السريع عمل هيلا، هم بيبحثوا عن انتصار. الناس زي حاولوا قريب سنه يفتحوا الحصار بتاع الدرج ده عن طريق الحمادي كازقله دباك، ما قدروا، ما قدروا. شابكين مسميه بكره بيعرضوا منها زي ده، بس ما قدروا. فمشوا بالطريقه الترابي ده البعيد اخشوا. ده ما حصار، ده ما فكر حصار ده يا اخي. عادي جدا نسي الدعامه دي ما في شماليه، نقول يعني مثلا هم حاضرين شماليه، الدعامه دي اسمها بغادر مثلث في شماليه وما في شماليه. لكن هل يستطيعوا
خطوط بتاع امداد لو فتحوا حرب مع الشمالي ما بيقدروا. ليه؟ لانهم خاشين بطريق ترابي ساي. حنكون واقعيين ونكون منطقيين. الدعم الان طريق الخاشميه، الدعم والله جوا الشماليه الان، جوا الولايه الشماليه اتجاه الخناق ده. لكن لو فتحوا جبهه طريق امداد صعب، لانه الطريق وعر، طريق بعيد. المورالي ما بيفهم يا ادم لانه غبي. وفي حاجه ثالثه ومهمه يا اخوي، الجلابي ده بيكره الدعم السريع، بيكره المورالين دي، بيكرهنا كلنا كغرابه. لكن تعال اقول لك بوضوح، ليه المورالي انضاف للجلابي؟ لانه المورالي بيفتكر بيلقى دعم لوجست من الجلابي وبيقضي على الدعم السريع، لانه هو بينظر للدعم السريع ده كمجتمعات. وفي حاله قضى على الدعم السريع سهل جدا، زي ما قاعدين يقولوا نعمل كوروكالي خلي الجنجوي تمشي الشماليه. شايف الجلابي دي عباره بين الجلابي ما الراجل بيقف قدامه لو قضى علينا نحن. وبعد ذاك شايف نفسه حيمشي جبل مره ياكل برتقانكم السمح يا هذا. ما بجي هناك، ما بجي. ما ده كلامه هو ودي احلامه طبعا، وهم قالوا الكلام ده. وحيمشي كاوده يرفع القدمان حقه هناك في كاوده. طبعا ما بصلي، ما يقول لك انا بدار اصلي في كاوده، ما بصلي. يوم ما لقينا لهم فقير ما بصلي يا زول. ديل اكبر يهود، ديل اكبر يهود انا بعرفهم ما بصلوا. لكن يعني بالنسبه للارهاب وبحبار ده هم ناسه. انا بس حاجه انا مستغرب فيه، انت الجيش الكاكي الاخضر ده، الجيش الكاكي الاخضر ده مشى وين؟ ما يلا انا ده اوريك عشان تعرف المورالي زول بليد. طبعا الجلابي عارف المورالي ده عمره ما كان محب للجيش ولا محب للوطن. يا اخوي ما نكون معاك واضحين، زغاوه ما عندهم علاقه مع الجيش، ولا الجيش من الله خلقه خط حامي عسكري في مناطق زغاوه. ما في. انت من دارفور في؟ انا والله ما لقيت، انا والله ما لقيت. طيب زغاوي لا هم ما عندهم جيش حقهم براهم يا ايوه مدارس سلغ بس، ودار السلغ لما يكسر ترجع الجيش بس طيب الجلابي ده محاريف. هو لا هم الجيش ما حيقول ليه، لانه هم اصلا يعني عندهم ملاييشهم ما محتاجين لجيش. بس السؤال بتاعي، الحرب ده مقام بين الجيش والدعم السريع. حس في المعارك بتاعت كردفان ده انا ما شايف جيش كاكي اخضر، يعني شايف بس ميليشيات بتاعت زخاوة قاعد يقاتل. الجيش كاكي اخضر ده اللي كان زمان بيشيل كوريك كبير كده وشفته، يعني دائما الجيش انقرض كوريك وباغات كميه في سياره كومر، اسمه شنو السيارات القديمه ده كومر صح؟ كومر وزيتوان. الجيش ده مشى وين؟ ما في والله ما في. انت انا ما دار اوصل لك الحته دي. الله دي شباب الله الجلابي طبعا شاعر لا انتهى يا عيسى عليكم الله شباب. انا داير ناس يفهموا، لان انا مشيت كردفان قبل كده انا خليني اختم لك دي عشان ما انسى النقطه دي. بس مشى وين انا ما داير عارف. انا بوديك مشوين، انا بوريك مشوين. طبعا المورال البليد او ميليشيات زغاوه بتاع مناس بتاع جبرين ديل بيعتقدوا يكسروا ترج للجيش وبيلقوا مكانتهم. فاكرين الجلابي مثلا زول بليد، لكن والله يا ادم الناس زي الجلابي اللي عيبوهم هسه وجودهم على اتجاه جبال النوبه والله ما بارادتهم. يا اخوي زغاوه ديل عنصريين عديد. انت الان مناطق كمبرو كرنوي بقمره جرجيره فيها جنجويد، وانت عارف الزغاوي ده كنت قلت له امشي الخرطوم ده فوق ده ما بيمشي لي، لكن بيمشي لمناطق عنصر. الودي جبال النوبه شنو؟ ده ذكاء من الجلابي لانه شتتهم. الجلابي زح الخطوره حقيقيه بتاع ميليشيات زغاوه، شتتهم وغصبا عنهم تعليمات يمشوا 10 هنا 15 هنا. والله دي الحقيقه. نعم الزغاوي والله ما عاد بيمشي جبال النوبه لانه جرجيره فيها جنجويد اخواته وامهات والناس الغبلين يا اخوي. الناس الغبلين ما بيقبلوا نهائي، وهم حتى الجيش الزغاوي بتاع انجاد وبيفتخروا بالحي نحن جينا هنا. اجابروا جبال النوبه شنو؟ دي تعليمات يا اخوي، تعليمات من الجلابه. يا تمشي يا ما نكبك لانه شتتوا بقاه ضعيف خلاص. صحيح شتتوا بقاه. انا قايت ده تحليل الكلام ده، ممكن يكون صحيح ممكن يكون خطا. اما الجيش مشوين يا اخوي؟ اقوى وحدات عسكريه في الجيش ده يا ادم عندنا لا في كردفان وفي دارفور، كلها البخرت فيهم العر الجاد، فيهم الدخل جنوب السودان. نحن عيالنا بيا فلنقات بتاع ميسيريا دي دخلناهم الجنوب كم مره. دخلناهم الجنوب كم مره. جيش ما في ادم. اما باقي الهوانات عيالنا ديلك الميسيريا والنوب والحوازن ديلك مخندقين جوا الحفر يا اخوي. ديلك مخندقين ما قادرين يمرقوا. إذا فيها
اخونا التحد ده على ما اعتقد عسكري او دعامي. فانا لانه مشيت وبيت قبل كده ومشيت المناطق بتاعت الدلن مريت فيه يا اخي، كميه الفلنجيات الكاكي الاخضر ده انت ما تصدق، كميات كثيره جدا بيركبوا لك سياراتهم ده بس شنو مجروس. اخذ ميرم قال لي المجروس السوداني عندهم سيارات اسمها اكما، كانت كروزلات وكلهم لابسين سفنجات وقاش كبير ابيض، قاش ابيض، وتلقى عنده قيطان طويل، تلقى عنده قيطان طويل فوق الصفاره. ايوه وشريط كده هنا طويل كده. اسمه قيطان ده. اسمه قيطان. لا بالله ده مشى وين؟ لانه حس المعارك بتاعت والله ده الشت اقلهم التمساح يا اخوي، ديل اقلهم التمساح. ازي تعامل لما نقول لك ابو ده مقاش، في بعض زغاوه بيقول لك قال كلمه ابو ده دي قال عنصري. لا ابو ده امقاش، القاش يا اقول قاش حقه والله بيض. وابو ده طبعا عساكر الجيش عندنا بيقول لاخوه ابو ده يعني بلدياتي، يعني كانوا بلدياتي تبني بلدياتي، دي كلمه ابو ده والله، يعني زي بلدياتي، انت بلدياتي زي كاميرا يا رفيق. نعم. فدي الكلمه ابو ده امقاش يا اخي بقى ما في شيء. يا اخي انا بس استغربت، يعني موجود ديل كلهم خلاص اتبخروا طرشوا دخان؟ ما في والله، هو التقرا جابوا من سوبياسي عرضوا قال لك والله ما انا داويس لو قامر، لكن زغاوزل بيبكي عليهم ما في يا اخوي، ما جايبينهم من شات ساكت. ناس اسي الامن الظاهر ده ضابط في جيش التشادي، ظاهر في الدرج واحد المرأة اسمه كونيلين محمد ده، وبيفتخر كمان عديل. عنده فيديو انا جبته قال لك ايوه انا ضابط في جيش التشادي، انا جيت هنا قاتل لاهلي. زغاوه يعني ما للسودان ولا للوطن. وده كلام خطير الفيديو ده، ودي 98% عقليه الزغاوه يا اخوي. ده كلام خطير جدا يا عيسى. ما هو اذا جبرين وبقول شنو رئيس مجلس شوري زغاوه بيفتخر ان احنا ثبتنا نظام ادريس ديبي، ثبته صفته شنو يعني؟ ما صفته زغاوي. صحيح. ما دي الحقيقه يعني. انا قبل نشرت فيديو مجموعه من الكوكتيلات بالاثبات، وحتى عشر برضه قال نحن سيطرنا على مجمعنا شهر كامل ما في مواطن اشتكى. بصفتك شنو؟ انت ما بتدعي سوداني وعدل مساوي سوداني، بصفتك شنو؟ صفتك زغاوي بالمختصر. طبيعي جدا ده يحمل نفس العقليه. وانا عندي حوار مع كامل كاريزما 2020 كان بنتناقش انتوا ليه بتدعموا ادريس ديبي وضد المعارضه هنا قال لي يا زول ده ما قبيلتي. قلت له انا ده اقرب لك. قال لي لا والله انت ما اقرب لي، اقرب لي الزغاوي بدعشات. قلت له طيب كيف انا وانت في وطن واحد؟ انا بعد شويه بنشر لكم الفيديو في الفيسبوك بتلقوه، الناس بتلقاه عشان تعرفوا دي عقليتهم 98%. لا يؤمنوا بشات وطن ولا يؤمنوا بالسودان وطن، يؤمنوا بالقبيله فقط. الليله ده شات دي كان السما شالها وانقشحت، هم مشوا دوله ثانيه بيؤمنوا بالقبيله. الدوله دي لو جنستهم ذاته ما بيؤمنوا بها. دي عقليه 98% من زغاوه. والكلام ده انا بقول لهم في عينهم تردوا تابوا بنواجهكم بالحقائق دي، لا تيت امك ولا تيت حبوبتك زيكم كده، لكن من ادوكم الحقائق دي في عينكم عشان تبطلوا قله الادب. والله دارفور ما خربت الا بميليشيات زغاوه. والله الجلابي لم يستطيع يجيش مجتمعاتنا وبقيها بربريه جنجبيل الا باجرام ميليشيات زغاوه. انتوا سبب الرئيسي يا اخي، الكرهتوا الناس وخليتوا الجلابي استغل الغبن وجيش الناس بقام جنجبيل. ده اللي تذل مجرمين، محل ما تمشوا افسدتوا تشاد، افسدتوا ليبيا، افسدتوا جنوب السودان. ما عندكم اخلاق وما عندكم خوه، غدارين ما عندكم خوه. جيب لك دبيب يا ادم لف في صلبك ده. انا شخصيا دي قناعه وصلت ثلاث والله جيب لي دبيب الف في صلبي ده انوم به، بنوم امن. لكن زغاوي ما بامنوا، شاقي ما بامنوا، ما عندهم اخلاق يا اخي. انا الكلام ده زمان شايف وقت حميدتي جايبهم وقال اعمل فيها انه ديل حيكونوا الحليف واخوان ونحن كلنا جاب الدبيب لا اهل وجاب الدبيب وكلنا عيال يا اخي قال وكلنا عيال دارفور، لكن ديل غدارين ما عندهم نفع نهائي. فعموما ما في اولى. والله صح كلامك. الدبيب ده والله جابوا لنا حميدتي، الله الدبيب ده جاب حميدتي بيقدر لنا زي مالك عقار. الجونقرن الله يرحمه رسله قال لها امشي اقتل الدبيب ده. لو الدبيب في قرعنا جابه والله دي حميتي. لو الميليشيات بتاع زغاوي دي كانوا مشردين ساكت جابهم في النهايه بيقوا ضدنا. نمشي والله قادرين عليهم يا ادم، دارين ندوسهم قبليا عدين والله ما اكذب عليك. حميتي بتدخل لنا في النص. لا قوميه يا اخي القوميه حقت حميتي كرهت انا بها يا اخي. خلينا نركب الناس دي يا زغاوي شنو يا اخي. اول حاجه نحن احنا كقبائل بس والله بعيد من الدعم السريع والله يا زغاوي، والله تشردوا من السودان ومن جد يا اخي. 98% اهلكم الان عايشين تحتنا يا اخي في دارفور وكردفان، مناطقنا نحن بالتحديد اللي بيسبونا دي بيشتمونا دي تجار هم ساكنين هم. انتوا زول بيعاملكم بحسنه ما بتحقروه،
انتوا دايرين زول يذلكم زي الجلابه، طردوكم من السوق بتاع الخرطوم ده شت ومن الشماليه، واسي حاليا بتحاربوا معاهم، خدتوكم في كامبو اثري، قالوا لكم في الاحياء ما تسكنوا معنا، بتحترموهم. انتوا دايرين زول بيذلكم. عقليه الزغاوه مركبه خطا، مركبه خطا. ما تحترمهم، تحترمهم بيركبوا لك في راسك، بيفتكروك خفتك، تذلهم بس. شاكر يا عيسى، خلينا نسمع من اخونا ده. فضل.